السلام عليكم. أسعد الله أوقاتكم. تحية طيبة لكل المشاهدين والمشاهدات. فأول حاجة واللي يمكن لي نبدأ بها الكلام ديالي اليوم، مبروك علينا هذا الانتصار والتأهل رسميا إلى الدور الثاني على صدارة المجموعة. والحمد لله هذا الشيء هو اللي كانوا باغيين المغاربة، خاصة بعد الانتقادات التي طالت المدرب وليد الركراكي وخصوصا الشك. لكن الحمد لله اليوم بعد هذا الانتصار والتأهل على صدارة المجموعة، فالحمد لله عودة الثقة إلى المجموعة. الآن بعد تصدر ديالنا المجموعة الأولى مازال غنبقاو نلعبوا في مجمع الأمير مولاي عبد الله بالرباط، يعني ما نتحولوش. وبالتالي هذا عامل مهم جدا حققه اليوم المنتخب المغربي بعد الفوز على منتخب زامبيا والتأهل إلى الدور الثاني. مبروك علينا مرة أخرى، والحمد لله هذا الانتصار جا في الوقيته ديالو، والحمد لله اليوم المغاربة فرحانا، والحمد لله تيقول لك الضربة على ما قتلاتكش كتقويك. والحمد لله أحسن حاجة دارها المدرب وليد الركراكي هي هذيك ردة الفعل بعد ما فقدنا شي شوية ثقة، وكذلك بعد ما تزعزعت شي شوية ثقة تجاه المدرب وليد الركراكي. الآن الأمور أحسن على ما يرام. فدابا كلشي كيسول مع من غادا نلعبو في دور الثاني من منافسة كأس أفريقيا، يعني شكون هو الخصم ديالنا. وبالتالي أنا هنا باش نعطيك جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الحدث. غادي نعطيك الموعد، غادي نعطيك التوقيت، وكل التفاصيل المتعلقة بالخصم ديالنا في دور الثمن النهائي. غادي نعطيكم التحليل ديال المباراة، الترتيب ديال المجموعة، وكل التفاصيل المتعلقة بهذا الانتصار التاريخي والتأهل إلى الدور الثاني من منافسة كأس أفريقيا. فالسلام عليكم مجددا، فالله يجازيكم بخير. كنديروا مجهودات جبارة باش نعطيكم الخبر بكل مصداقية وفي الوقت المناسب. الله يجازيكم بخير. كنتمنى أي واحد شاف هذا الفيديو ديروا لنا واحد الاشتراك، ما فيها باس، باش إن شاء الله تتابعوا واحدة من أقوى القنوات على المستوى ديال يوتيوب. وإن شاء الله كل ما هو جديد يخص المنتخب فغتلقاوه إن شاء الله في هذه القناة. فمرحبا بكم، والشكر موصول لكل المشاهدين على الدعم ديالكم المتواصل لهذه القناة. نبداو على بركة الله. إذا هذا هو الترتيب ديال المجموعة، وبالتالي المنتخب المغربي الآن كيتصدر المجموعة ديالو ب7 ديال النقاط، وكيتأهل رسميا إلى الدور الثاني بلا ما ينتظر لا شنو دارت مالي مع جزر القمر ولا والو. وهذا السيناريو كان متوقع، لأنه بنسبة بلغت 75% كلشي كان كيرشح المنتخب المغربي يفوز على منتخب زامبيا. علاش؟ لأنه عندنا كل الأدوات على ما بغيناش. والحمد لله اليوم فضل استراتيجية وكذلك حتى النظام اللي خل به اليوم وليد الركراكي فكان مختلف، وبالتالي كانت القراءة جيدة منذ البداية. تخيل معايا وأنه في حراسة المرمى المدرب اعتمد على نفس الأسلوب حارس المرمى اللي هو ياسين بونو، نفس الكتلة، خاصة وأنه هناك تغيير على المستوى ديال الظهير الأيمن. شفنا وسط الميدان رائع جدا، منتخب اللي أبدع خاصة على المستوى ديال الأجنحة في وجود كذلك دياز وكذلك في وجود الزلزولي. فبالتالي المنظومة اليوم التكتيكية ديال المنتخب المغربي فكانت مختلفة عن سابقتها. وبالتالي اليوم القراءة الفنية ديال المدرب وليد الركراكي كانت مبنية على الانتقادات التي وجهت له. بزاف ديال الناس كانوا تيقولوا له علاش ما تدخلش ابراهيم، علاش ما تدخلش الزلزولي، علاش ما تلعبش اشرف حكيمي، علاش ما تلعبش السيباري في وسط الميدان. وبالتالي اليوم شفنا تغييرات مجملها عطات الاكل ديالها. اذا اليوم واش المدرب وليد الركراكي خلال الادوار الاقصائيه واش غيعتمد على نفس النظام، غيعتمد على نفس الخطه، وغيعتمد على نفس المفهوم؟ هادشي اللي كنتمناه اليوم. التغييرات اللي دار ولا كذلك التشكيله ولا كذلك المنظومه فعطات الاكل ديالها. اذا اليوم بدات كتتضح هذيك الرؤيه وبدات كتتضح هذيك التشكيله الاساسيه.
فالحمد لله اليوم كان اهم هو اننا نتصدروا المجموعه، وما كانش كيهمنا الاداء بقدر ما كانت كتهمنا النتيجه. فلا قدر الله اي نتيجه كانت، ربما التعادل او الهزيمه، فكانت غتدخلنا بزاف ديال الحوايج سلبيا. فالا جينا ثانيا غنلقاو صعوبه انا غنواجهوا منتخب قوي في الدور الثاني، جينا حنا او خسرنا غندوزو كافضل التواليت، وبالتالي غنواجهوا منتخبات قويه ضمن التصنيف الاول. لكن الحمد لله تصدر ديال المجموعه فغيكون الخصم سهل، وهو الشيء اللي غادي نتعرف عليه خلال هذا الفيديو. فطبعا باش نعرفوا مع من غنلعبوا في دور ديال الثمن النهائي، خاصنا ضروري نكونوا عارفين واحد الحويجات. البطوله فيها 24 منتخب، يعني كل الاول والثاني من كل مجموعه غادي يتاهلوا الى الدور 16، يعني غادي يتاهلوا 12 فريق. وهذيك الساعه غادي يزيدوا 4 ديال المنتخبات يحتلوا كافضل التواليت ضمن جميع المجموعات. كيفاش؟ عندك 12 منتخب وغنزيدوا عليه 4 ديال المنتخبات يحتلوا كافضل تواليت في المجموعات، هي 16 منتخب. اذا دور الثمن النهائي غيعرف مشاركه 16 منتخب، يعني 8 غادروا المنافسه. وبالتالي القانون واضح. شنو تيقول القانون؟ اول المجموعه الاولى غادي يواجه الثالث، اما المجموعه الثالثه او غادي يواجه الثالث ديال المجموعه الرابعه، او غادي يواجه الثالث ديال المجموعه الخامسه. اذا اول المجموعه الاولى اللي هو المنتخب المغربي تصدر المجموعه ديالو غادي يواجه الثالث ديال المجموعه الثالثه، يعني الافضل في هذه المجموعات، يعني افضل ثالث في هذه المجموعات. اذا اما غنلعبوا في المجموعه اللي فيها تونس، تنزانيا واوغندا مادام نيجيريا تاهلت رسميا، وربما كذلك نلعبوا مع اما الكونغو البنين او بوتسوانا، او ربما كذلك نلعبوا مع بوركينا فاسو، السودان او غينيا الاستوائيه. حد الساعه الخصم ديالنا غيتعرف مباشره بعد انتهاء الجوله الثالثه والاخيره من دور المجموعات، علما لان بعض المنتخبات ديال هذه المجموعات فغدا غادي يلعبوا اخر جوله، غدا وبعده غادي يلعبوا اخر جوله هي الجوله الثالثه، ومن بعدها غادي نتاكدوا رسميا المنافس ديالنا. وبالتالي الى لاحظتي معايا وانه المنافس ديالنا ربما غيكون سهل، اما اوغندا، تنزانيا، البنين، بوتسوانا او غينيا الاستوائيه او السودان لدرجه كبرى. اذا الحمد لله ملي تصدرنا المجموعه، وبالتالي هذا سيناريو اخر. فماشي الخصم زعما سهل رحنا غنمر، بالعكس. ما نساوش النسخه ديال 2019 ملي المنتخب تصدر المجموعه ديالو ومشى لدور الثمن النهائي وخسر ضد منتخب البنين. هذا السيناريو مازال كنعقلوا عليه وكانت خيبه كبرى. كذلك السيناريو ديال الموسم الماضي سنه 2023 تصدرنا المجموعه ومشينا وخسرنا في دور الثمن ضد منتخب جنوب افريقيا. فبالتالي ما نعطيوش الخصم ما نحقروش الخصم وما نعطيوش كذلك اهميه كبرى. حنا كنعرفوا حنا كيفاش دايرين وكنعرفوا الخصم كيفاش غادي يكون داير. فبالتالي انا اعتقد انه المواجهه في دور الثمن النهائي غتكون سهله، ولكن بدءا من الادوار الاخرى فغتكون صعبه جدا في وجود منتخبات الجزائر، السنغال ونيجيريا، هذه المنتخبات اللي دخلت بقوه المنافسه وحققت 6 ديال النقاط. اذا المنتخب المغربي غادي يلعب مباراته ضد الدور الثمن النهائي نهار الأحد 4 يناير 2026 بدءا من الساعه 5 مساء بالتوقيت المغربي. هنيئا للمنتخب المغربي، مبروك علينا التأهل على الصداره، وهذا الشيء اللي كنا كنتمناه. والحمد لله اليوم المنتخب فرح المغاربه بعد ما رجعت الثقه. اليوم الحمد لله الجمهور فرحان بهذا الانجاز. وبالتالي دابا الان بدات الادوار الاقصائيه، كل مباراه ناخذوها على نفس المعطى، كل مباراه نعطيوها الادوات ديالها، كل مباراه خاصنا نتعاملوا معها، خاصه في الادوار ديال خروج المغلوب. خسرتي غادي تودع المنافسه. هذا الشيء اللي ما كنتمناوش. كنتمناو اللاعبين يكونوا جاهزين فنيا ذهنيا وكذلك بدنيا
باش الا بغينا نتوجوا بالبطوله خاصهم ضروري يكونوا كيتوفروا فيك هاد الظروف. فلا داعي للمجازفه، لا داعي للخطا، وان شاء الله بفضل المجهودات والعزيمه ديال اللاعبين وكذلك المسانده اللامطلقه ديال المنتخب ديال الجماهير المغربيه، فاعتقد انه غنديروا انجاز غير مسبوق في هذه النسخه والتتويج باللقب، فغيبقى ان شاء الله اللقب في المغرب. فنتمنوا هذا الشيء يتحقق، والحمد لله من رجعت الثقه للمنتخب. شكر موصول كل المشاهدين، تلقى ان شاء الله بكم في حلقه اخرى تخص اخبار منتخباتنا الوطنيه.